كارولين عزمي جورجينا الدراما المصرية اللي سمحت السوق بعد ما اتحرش بيها في الشارع واتنازلت عن المحضر. من أسرة مسيحية في منطقة شعبية في الجيزة لفنانة من أجمل فنانات مصر. جورجينا الدراما المصرية اللي وقعت عرب السويركي في حبها وفسخت خطوبتها مع واحد من أهم رجال الأعمال في مصر اللي سمحت السوق بعد ما اتحرش بيها في الشارع واتنازلت عن المحضر. كارولين عزمي البنت اللي جمالها جنن متابعينها في انستجرام، ومن أبو العروسة للأب الروحي لعرب السويركي بدأت كارولين طريقها للشهرة. وبعد محاولات كتير وتجارب مختلفة ضحك الحظ لكارولين وبدأت تألقها في رمضان 2024 في دور أنغام في مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، وخدت مساحة كبيرة في المسلسل وكانت بتجسد دور مرشدة سياحية، وبسبب جمالها وغنى أبوها بيجري وراها كل العرسان، لكنها بتقع في حب عرب السويركي اللي بيجسد دوره الفنان أحمد العوضي بعد ما يفشل في الزواج من حب عمره حنان. كارولين أدت الشخصية بشكل متميز وده خلى اسمها يتصدر الترند. طب مين هي كارولين عزمي وإيه هي حكايتها؟ اتولدت في 17 إبريل سنة 1996 ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وبدأت مشوارها الفني سنة 2017 في مسلسل الأب الروحي واللي جسدت خلاله دور سلمى العطار. كارولين شاركت في أكتر من 18 مسلسل ما بين شخصيات كوميدية والدراما زي قيد عائلي وحدوتة مرة وأبو العروسة والشارع اللي ورانا وفوق السحاب. ومن الدراما والشغل للحياة العاطفية، كارولين مشهورة بجمالها وطلتها وحب الناس ليها، بتنافس جورجينا في شكلها والاهتمام بجمالها، عشان كده في سن بدري اتخطبت لشاب ورجل الأعمال من خارج الوسط الفني اسمه بيشوي ويليام، لكن فرحتها ما تمتش وأعلنت انفصالها عنه بعد 4 أشهر من خطوبتهم، وقالت لجمهورها على صفحتها على فيسبوك وقتها: الحمد لله على كل شيء، اسمه ونصيب وربنا يكتب الخير للجميع. وبعدها بفترة تعرضت كارولين للتحرش اللفظي وهي راكبة عربيتها في منطقة مصر الجديدة من سواق عربية خاصة، ونشرت فيديو وقتها على حسابها في انستجرام عشان توثق اللي تعرضت له، وقالت ان السواق اتعدى عليها بألفاظ نابية وشتايم بمجرد ما عدى من جنبها، وما سكتش لحد كده، لا ده قام رامي عليها بعربيته، وده اللي كان هيخليها تعمل حادثة كبيرة. وبعد التحقيقات مع السواق طلع سواق لشركة النقل الخاصة واعترف بارتكابه الواقعة، لكنه عمل كده رد فعل على الفنانة لما رمت بعربيتها عليه وكانت هتخبطه، وساعتها قررت نيابة النزهة إخلاء سبيله بعد التصالح مع كارولين. في النهاية مستنيين تعليقاتكم وآرائكم في حكاية كارولين، وهل فعلا تستحق لقب جورجينا الدراما المصرية؟